على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا، سبحانه وتعالى هو الولي الحميد، ونتوب إليه وهو التواب الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحن نريد أن نركز خطبنا في هذه الأيام على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قائدنا وقدوتنا ومرشدنا، ولأنه هو الذي يجب أن نتبع سنته وأن نتبع طريقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم لم تضلوا به أبدا، كتاب الله وسنته. إذن على هذا الأساس لابد أن نعرف سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف ماذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفعله، وماذا كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجتنبه. هذا هو الإسلام. وإذا لم ندرس سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف نعرف كل هذا؟ لا يمكن أن نعرف ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يكره إلا عن طريق سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس نريد أن نركز خطبنا، لأنه حملة على معرفة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لندافع عنه ولنقتدي به. لأن إذا نظرت إلى التاريخ كليا، تاريخ العالم أجمع، لا يوجد إنسان سجل حركاته وسكناته كما سجل حركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسجلون حركاته وسكناته. كان يمشي هكذا، كان ينام هكذا، كان يأكل هكذا. لماذا؟ لأنهم يحبون المصطفى عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يقتدوا به. وعلى هذا الأساس ما تركه لنا الصحابة موجود بين أيدينا، فعلينا أن ندرسه، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان واتباعه فريضة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الخطبة نريد أن نركز ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العلم، ولذلك يحث علينا. وهناك أحاديث كثيرة تحثنا على حب العلم، وعلينا أن نحب العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العلم. فنريد أن نقتطف من ثمار الأحاديث ومن السيرة العطرة زهورا تحثنا وترشدنا على حب العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى مجلسين، مجلس فيه ذكر وابتهال ومجلس فيه علم. انظر، مجلسين، مجلس فيه ذكر وابتهال ومجلس فيه علم. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر المجلسين، ولكن جلس مجلس العلم. لماذا؟ لأنه يحب العلم ويحب أن تكون أمته تحب العلم، لأن العلم فيه القوة. جلس مجلس العلم
فقال أحب هذا المجلس، وأقر المجلسين جميعا، ولكن جلس مجلس العلم. فماذا نأخذ؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ نستفيد به أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحب العلم، وعلى كل مسلم يجب أن يحب العلم، لأنه يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر في حديث آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعرف أن كثيرا من الناس يقولون قد فاتنا قطار التعليم، كبرنا وفاتنا قطار التعليم ولا نستطيع أن نتعلم، ويتكاسلون. ولكن قبل 1400 سنة قال عليه الصلاة والسلام: العلم من المهد إلى اللحد. The learning from the cradle to the grave. العلم مستمر حينما تلد إلى أن تموت. العلم من المهد إلى اللحد. إذا لا تلاك، لا تكاسل، لا تهاون، لا تقل قد فاتني خطاب التعليم. لا، ابدأ من الآن. خذ القلم والدفتر، خذ القلم والكراسة وابدأ، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك ذلك ويحثك على ذلك، ويقول: العلم من المهد إلى اللحد. إذا لا تكاسل، لا تقل قد فاتني خطاب التعليم. حتى تموت العلم مستمر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب العلم ويريد أن يحثنا على طلب العلم، ماذا يقول؟ من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. انظر، من خرج، وأكرر الحديث مرة أخرى لتنتبه: من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Anyone he went to seek the knowledge, he was in the jihad. من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذن